السلام عليكم. الكلام في الفيديو ده هيكون بعيد شويه عن الطب والنصائح الطبيه والكلام ده. من يومين شفت فيديو ليوتيوبر اجنبيه بتتكلم على ان هي كانت نازله تتمشى وبتمشي الكلب بتاعها. طبعا تربيه الحيوانات الاليفه هناك حاجه يعني ستاندرد، حاجه شائعه جدا. الفكره ان هي وماشيه قابلتها واحده ست قالت لها خلي بالك في ازاز متكسر في اول الطريق فالكلب بتاعك ممكن يتعور. بعد شويه قابلها شاب قال لها نفس الكلام وقال لها ان في ازاز في الطريق والكلب بتاعك ممكن يتعور. البنت دي استغربت ازاي شخص غريب يوقف شخص غريب وينبهه على حاجه زي كده لله في لله، يعني من غير اي حاجه تجبره او اي حاجه تدفعه وهو مش مستفيد. وبصراحه الموضوع ده استوقفني شويه، احنا ليه ما بنعملش كده؟ انت اخر مره حد في الشغل بتاعك مفيش بينك وبينه اي علاقه جه ينبهك على حاجه ممكن تضرك او جه يوجهك في شغل معين او حاجه ممكن تفيدك؟ امتى اخر مره زميل ليك في الكليه انت ما تعرفوش جه قال لك خلي بالك التاسك ده بيتعمل بالشكل الفلاني او الدكتور طلب حاجه معينه تتعمل بالطريقه دي افضل لك؟ طيب امتى اخر مره انت عملت حاجه زي كده؟ امتى اخر مره فدت حد او نبهت حد من حاجه، حد انت ما تعرفوش مفيش بينك وبينه اي علاقه بس حاجه لله في لله؟ يعني كتير مننا وانا منكم برضك بنلاقي مثلا طوب في الطريق او حاجه زي كده وبنكسل نشيله او بنقول دي مش شغلانتنا، رغم ان احنا عارفين ان ممكن عربيه تعدي تخلي الطوبه دي تخبط في دماغ حد وتاذيه. في ثقافتنا ان الشخص الكويس او اللطيف ده اللي بيفيد اهله، بيفيد اصدقائه، الناس المقربه منه، كلام جميل وكل حاجه، لكن ليه ما نوسعش الدايره دي؟ ليه ما يبقاش عندنا استعداد نفيد اي حد؟ مش لازم يكون بيننا وبينه علاقه. ليه ما نقدمش الخير لله وخلاص؟ مش لازم يكون الشخص اللي قدامك حد انت بتحبه عشان تفيده او تحذره من حاجه ممكن تضره. الفكره ان احنا اتعودنا ان خلاص ما دام الحاجه دي ما تخصنيش او ما تخصش حد يقرب لي يبقى انا ماليش دعوه، او انا مش مطالب اقدم المساعده ما دام حد ما اعرفوش. وعلى ما اعتقد ان احنا لو صلحنا المشكله دي هنمشي لقدام وحاجات كتير قوي هتتصلح بالتبعيه. سلام.